صباح الخير عليكم حبايب قلبي، وصباحكم معطر بذكر الرحمن، ويا رب تكونوا بألف صحة وعافية دايما إن شاء الله. النهاردة معايا فيديو جديد ليكم وحاجة جديدة جميلة كده اهوت. انتوا عارفين ان انا بحاول ان انا على قد ما اقدر انزل لكم حاجة مفيدة وكويسة لكم. تعالوا نصلي على سيدنا محمد الأول. يلا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده انا جايبه لكم حاجه لتخفيف الشعر الزايد، الشعر اللي بيبقى تقيل في الدقن او في الجسم. بنعمله طبعا سويت، وفي حاجه كده اقول لكم عليها كدهان، وان شاء الله هيجيب نتيجه. بس انا عايزه اتكلم في نقطه بالنسبه للي بيعملوا شفره او جهاز براون او اللي جاي امكانيات الحلاقه والحاجات دي. انا حاسه انها مش قد كده اهو. بحس ان مع الوقت بتزود الشعر. في اراء بتختلف، بتقولك لا ملهاش دعوه، بتبقى هرمونات او زياده هرمونات، بيختلفوا في الموضوع ده. فاحنا نختصر كيلو وقال ونعمل ايه؟ سويت. السويت انا بشوفه ان احلى حاجه بصراحه. بيفتح الجسم وبيشيل الخلايا الميته، بينور الجسم عامه. فتعالوا احلى حاجه نستعملها زي ما بقول لكم نحاول سويت. والسويت ده ما بياخدش وقت مننا، وانا هعمل لكم فيديو برضو ازاي عمل طريقه السويت في البيت لو مكسلين تجيبوه من بره. هنعمل السويت كالمعتاد. في ناس بتعمل بعد اسبوع، بعد اسبوعين، بعد 3، حسب كل واحد والنمو بتاعه، نمو الشعر عنده. اوكي. اللي بيعمل بعد اسبوعين هتلاقي ان بدأ يتأخر نمو الشعر. هتعملي بعد 3، ولو بعد 3 بعد شهر، بس بعد من الاستمرار هتلاقيه بدأ يخف 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 ويقل، لغاية ما هتلاقيه بيطلع شعر زي الطبيعي الخفيف، الطبيعي يعني كأي واحدة طبيعي بيبقى فيها شعر نسبة خفيفة أوي. هتلاقيه مع الوقت طلع خفيف جدا جدا. بعد ما كانت الشعراية سمكها تقيل وتقيلة وبتطلع كل شوية، لا هتلاقي الفترة بتاعتها مدت، وكل فترة كبيرة بيطلع الشعر وبدأ يخف ويقل. تمام. بس اتمنى ان انتوا تعملوا بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها، ماشي؟ ان يكون سويت، بلاش المكانات والشفرات ومكانات الحلاقه والكلام ده كله، اجتنبوها دلوقتي خالص. نعمل السويت العادي، وبعد السويت على طول ندهن الدهان دوت. ماشي، كل مره ندهنها بعد السويت، وبعديها تاني يوم لغايه ما نعمل المره اللي بعديها ندهن برضو يوميا، مره واحده مرتين. على ده هو ماده عاديه جدا ودهان عادي. هتقدري تدهني صبح وليل، اوكي، مره واحده في اليوم، اوكي، لغايه ما تعملي المره اللي بعديها. طبعا اللي انا هقول لكم عليه دوت انا جبته جربته الاول، قلت اجربه واقول لكم عليه واعمل لكم عنه فيديو. اوكي. دوت اهوت الزيت اللي انا بقول لكم عليه، زيت الصعد. اوكي. زيت الصعد ده يا جماعه في منه انواع غاليه. في انواع منه غاليه في المواقع، ماشي؟ المواقع اللي على النت بتبقى ب65 ب75. طيب اوكي، احنا ليه ما نجربش حاجه رخيصه على قد متناول الايد؟ ده اللي انا جايباه ده المصريه ده ب10 جنيه، واعتقد ان هيبقى ليه نتيجه برضو. يعني انا جربته وما شاء الله تبارك الله، يعني كويس. اوكي، بس اكيد بعد مع الاستمرار هيبقى احلى واحلى. فجيبوه اهو، المصريه، اسمه زيت الصاد. اوكي. فدوت كويس، بس بالاستمرار يا جماعة. مفيش زي ما احنا متعودين كل مرة اقول لكم، مفيش حاجة بتيجي من اول مرة، بالتجارب وبالاستمرار. تمام. زي ما قلت لكم بعد كل سويت ندهنه مرة، وبعديها ندهنه الصبح وليل. ما قدرناش مرة واحدة في اليوم لغاية ما نعمل المرة اللي بعديها. هتشوفوا وهتلاحظوا الفرق كبير قوي. ويا ريت يا ريت تكتبوا لي رأيكم وايه اللي حصل، لان انا جربته وقلت لكم انا ما جبتش حاجة الا عن تجربتي. ماشي. لسه ما خلصت الفيديو، اوعوا تفروا اصبروا معايا، اقول لكم على حاجه، فكره كده بسيطه جميله لذيذه معايا، اصبروا. اوكي. المهم ان انتوا تستمروا على زيت السعودي دوت، والمصريه ده ب10 جنيه. بدل ما بيجوا ب65 ولا 75، وهي نفس الماده، زيت السعد وزيت السعد، ما فيش فرق ما بينهم. بس التاني غالي عشان الماركه، او علشان هايبر كبير، او عشان المواقع كبيره. انا بقول نتجرب دوت، ده على متناول الايد، والرخيص ب10 جنيه. اوكي. في حاجه فكره انا عرفتها بقى جميله قوي يا جماعه. بصوا، دلوقتي احنا معانا البيكنج باودر والخميرة الفورية. لما بنفتحها كده اهوت بنركنها، طبعا ممكن يدخل فيها حشر، يدخل فيها حاجة احنا مش ضامنين.
ماشي. فانا هقول لكم على فكره جميله لذيذه جربتها امبارح وقلت اقولها لكم. اهي بعد ما انا استعملت الخميره قفلتها تاني. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم ازاي. ولع معايا اهي. ماشي. هنيجي على طرف الكيس كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. قفل تاني لان ده فيه ماده بلاستيك فبيلزق في بعضه بيقفل. كده احنا حكينا الكيس وقفلناه تاني بعد ما استخدمناه، بدل ما نسيبه مكشوف او مفتوح وتيجي فيه اي حاجه حشره او نمله او حاجه. فكرة أنا قلت أقول لكم عليها بالمرة عشان انتوا حبايب قلبي وبحبكم في الله. وزي ما أنا حباكم وفاكراكم دايما افتكروني في كومنتات حلوة وقولوا رأيكم في المعلومات اللي أنا قلت لكم عليها وعلى زيت الصوت. وما تنسونيش في تفعيل الجرس والاشتراك، وربنا ما يحرمني من طلتكم ولا من وجودكم معايا. ودعموني دايما. تمام. تمام. اسيبكم في رعايه الله في حفظه للفيديو الجديد ان شاء الله. اعمل لكم خلطه زي السويت كده اهوت. لو طبعا السويت بيتعبكم والكلام ده وبتملوا منه، اعمل لكم خلطه حلوه او حاجه حلوه كده اهوت. برضو بتزيل الشعر بسرعه بس احسن برضو من المكياجات والشفرات والكلام ده. اتفقنا. ماشي. اسيبكم في رعايه الله في حفظه للفيديو الجديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.